عمرك قلت كلام في لحظة غضب وندمت عليه بعدها بدقايق؟ طب عمرك حسيت انك كنت ممكن تحفظ بهيبتك لو سكت؟ بس الحقيقة مش في انك تسكت او تتكلم، الحقيقة في امتى يحصل ده. فانا بقى هتكلم النهاردة عن الجزئية دي، فعايزك بقى تجيب حاجة تشربها وتركز معايا، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. وزي ما انتوا عارفين ان احنا هنا في انتيكا بنحكي علشان نفهم نفسنا، مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الحلقة. في لحظات بتعدي كده في حياتك زي تبقى واقف متعصب وحاسس انك خلاص هتنفجر، والمخ شغال زي القطر وعايز يرد بسرعة بسرعة قوي. بس الغريب ان اكتر حاجة بتبان ذكية انك تسكت. وبجد سكوت الدقيقة دي مش ضعف، ده ذكاء. لان الدقيقة دي فيها انقاذ لكرامتك، وفيها بعد عن ندم مش قليل، وفيها قوة مش اي حد يقدر عليها. وكل مرة بتعمل كده بتثبت لنفسك انك مش عبد للغضب. الناس فاكرة ان اسرع رد هو اقوى رد، بس الحقيقة الرد الهادي في وقته هو اللي يفضل محفور في دماغ اللي قدامك. واسأل نفسك، المرات اللي رديت فيها بسرعة أخدت حقك ساعتها، ولا خسرت أكتر ما كسبت؟ مفيش حد معصوم من الغلط، ومش هقولك إن أنا ما وقعتش في الغلط ده على فكرة. كلنا وقعنا في الغلط ده، بس اللي بيتعلم هو اللي بيكسب في الجولة الجاية. وفي علم النفس بيسموها ردود الفعل التلقائية. يعني العقل الباطن بيبرمجنا اننا نرد بسرعة عشان نحمي نفسنا، بس لما تبدأ تكسر العادة دي وتدي لنفسك ثانية تفكر، ساعتها بتغير البرمجة دي كلها. ودي حاجة كبيرة، مش بس على مستوى رد الفعل، ده على مستوى الحياة كلها. يعني شوف كده، اللي يكسب دايما في نقاشات هتلاقيه مش هو اللي صوته عالي، هتلاقيه الشخص العاقل الهادي اللي بيعرف يوزن ردود فعله. ده اللي بيعرف يختار الكلمة اللي بتقفل الحوار، ومن غير ما يجرح ومن غير ما يتكسر خالص. وعارف امتى بتخسر بعضها؟ في لحظة، بجملة في وقت غلط، في لحظة كانت محتاجة بس دقيقة سكوت. بس خد بالك، السكوت مش دايما حل، بس يختار لحظة السكوت هو اللي بيفرق. وعارف لما تبقى متضايق من حد وبتكتب رسالة طويلة وتفضل تعيد صياغتها وفي الآخر ما تبعتهاش؟ هنا السكوت بيبقى مش هروب، ده انتصار صغير. والانتصار الصغير ده اللي بيبنيك من جوه. وفي الآخر الرد مش دايما شجاعة، وأحيانا أقوى رد هو السكوت اللي بيخلي اللي قدامك يراجع نفسه. ولما تتضايق خد دقيقة، خد دقيقة مش بس علشان تهدى، خد دقيقة علشان تبقى أنت. وبس كده. وهنا بنيجي لنهاية حلقتنا، وأتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.